السلام عليكم. فيديو جديد على قناة ايزي كيتشن. هنخلل بقى مع بعض كده شوية بسارية من الاخر زي ما الكتاب بيقول، ملح مظبوط، طعم ولون مفيش بعد كده. وهعرفك ازاي تحتفظي بيها لاطول فترة ممكنة لمدة شهور من غير ما يجرى لها اي حاجة. انا عن نفسي بحبها جدا، واول ما بشوفها في السوق كاني لقيت كنز بالظبط. ما بفوتش الفرصه دي ابدا لانها ما بتبقاش متوفره يعني طول السنه. وكمان سعرها بيبقى رخيص جدا، يعني الكيلو بيكون في حدود من 10 ل 15 جنيه بس. وهتاكلي منها بقى كذا مره، يعني مفيش توفير اكتر من كده في ظل غلاء الاسعار بقى اللي احنا فيه. شايفين لونها جميل ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده، جنبها بصله وليمونه. وهجيب عيش دلوقتي وتعالوا اتفضلوا معايا. الاكلات دي بتحب اللمه زي ما انتم عارفين. انا هنا بوريكم ازاي ان لحمها مش مهري خالص، لكن بالعكس ماسكه نفسها كده وجميله، عشان خاطر انا مخللاها صح. وكمان نسبه الملح فيها مظبوطه جدا جدا، ولا معجنه بقى ولا مهريه. حتى ريحتها ما فيهاش اي زفاره، عشان الخلطه السريه اللي بضيفها في المكونات اللي هتشوفوها معايا دلوقتي خلال الفيديو. شايفين جميله ازاي؟ ما شاء الله عليها. وطعمها بقى بجد تحفه. يلا مع بعض بقى خلال الفيديو اقول لكم خللنا البسارية دي ازاي بطريقة صح جدا جدا. نبدأ بسم الله. انا معايا هنا كيلو بسارية، دي طبعا حجمها مش كبير قوي لان دي اللي كانت متوفرة، يعني ساعة ما جبتها بيبقى فيه اكبر من كده. شايفين؟ انا غسلتها كويس جدا في مصفى ميه عاديه من الحنفيه. بس حاولي ما تعملهاش قوي بايدك، يعني بالراحه كده عشان هي بتبقى ضعيفه خالص، فعشان ما تتهريش منك. وبعد كده صفيتها من 3 ل 4 ساعات، وبعد كده نشفتها بمناديل مطبخ. دلوقتي بقى انا عندي هنا 4 معالق كبار ملح، معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كركم او كاري. وعندي كمان اهي ربع كوبايه زيت، وكم ورقه ايه ورق ليمون كده. ما عندكيش ورق ليمون خلاص مش مشكله، ممكن تستبدليه بايه بقى. شفتي لما بنجيب الاستفندي والبرتقال في الشتاء مش بيبقى فيه ورق اخضر كده؟ اغسليه ونشفيه واستعمليه في الحاجات اللي زي كده، او في الشربات، او ممكن تطحنيه كمان وتستخدميه في التتبيلات، بيبقى حلو جدا. نرجع بقى لوصفتنا. انا قلبت كله على بعضه كده، كل المكونات مع بعض. وهبتدي بقى ايه احط الخلطه دي كلها مع بعض كده على البسارية. انا مش هعمل بقى زي في ناس بتعمل، بتحطي شويه بسارية في البرطمان مثلا وعليهم معلقه خلطه من دي، وبعد كده طبقه وطبقه وطبقه. لا، انا هعمل ايه كله مع بعضه كده عشان اضمن ان كل واحده من كل سمكيه يعني اتغلفت كويس قوي بالملح وبالخلطه دي. ده ما يديش اي فرصه لاي بكتيريا انها تنمو وما تبوظش خالص معاكي ان شاء الله. هحاول بقى ايه اقلب برقه خالص كده لان السمك ده ضعيف جدا ورقيق، فعشان ما يتعجنش معاكي. المقادير دي مظبوطه جدا جدا يا جماعه، ما تحاولوش تزودوا نسبه الملح خالص عن كده. النسبه دي مظبوطه جدا، ولا هيبقى حادق معاكي ولا هيبوظ معاكي ولا اي حاجه خالص. هتبتدي بقى ايه تمسكيها تنطقيها كده بالطبق عشان خاطر ما تهريهاش يعني. انا عايزه اضمن ان كل سمكيه خدت من التتبيله الملح والتوابل اللي معايا. بالراحه كده وانتي بتقلبي عشان بس ايه ما تتهريش منك، اهم حاجه. دول الحبه اللي فاضلين اهو. زي ما قلت لكم النسبه اللي انا حطيتها دي مظبوطه جدا ومجرباها كذا مره يعني. خلاص كده انا خلصت، يعتبر ما بتاخدش اي وقت، سهله جدا ومفيش اسهل من كده. هبتدي بقى اعبيها في برطمان. عندك بقى برطمان ازاز، عندك برطمان بلاستيك، بس اهم حاجه تكوني معقماه على النار من فوق كده، ويكون ناشف ما فيهوش ولا نقطه ميه. ده سر نجاح الوصفه معانا. عايزه اقول لك معلقه الكركم او الكاري دي مش كتير قوي بيضيفوها، ولكن بتدي طعم حلو ولون حلو، وكمان ما بتديش اي ريحه زفاره. عشان هتستغربي شويه ازاي انا بحط كركم او كاري، جربي بس مش هتندمي. انا جبت اهي العلب بتاعت ايكيا دي، انا بحبها قوي بستعملها في اي حاجه بصراحه جميله. حطيت فيها كيس تلاجة عادي او اي كيس عندك نظيف ناشف، مفيش ولا نقطه ميه ولا في العلبه ولا في الكيس. نبتدي بقى نعبيها كده. انا جايبه الكيلو كده على قدي لان انا باكله لوحدي، مفيش حد بياكل معايا في البيت يعني، فانا مش مكتره يعني، هو كيلو حلو قوي. هعبيه كله بقى كده. اهم حاجه يا جماعه في الوصفه دي ان البسارية تكون ناشفه خالص. هكرر تاني، بعد ما تصفيها 3 4 ساعات في المصفى تنشفيها بمناديل مطبخ كويس جدا، ما يبقاش فيها اي نقطه ميه، عشان ما تديش اي فرصه لاي بكتيريا انها تنمو فيها وتبوظ معاكي.
كل ده انا ما حطيتش زيت على فكره، الزيت هحطه على الوش بس. في ناس بتحب تحط زيت في ضمن الخلطه مع الملح وكده، بس يعني ايه انا ما بحبش كده الصراحه، ما بحبهاش غرقانه قوي في الزيت. هما الشويه اللي على الوش دول بيوفوا بالغرض وخلاص. وبعدين الزيت غالي مش هنجيب كيلو بسارية ب 15 جنيه ونحط نص ازاز الزيت يعني، لا يعقل، صح؟ خلاص كده انا حطيت كام ورقه الليمون اللي قلت لكم عليه ده، وبعدين حطيت ربع كوبايه زيت. على فكره ورق الليمون ده بيديها ريحه حلوه قوي قوي، وما بيخليش فيها اي ريحه زفاره، بجد جميل. بستعمله ساعات في الشوربات وساعات في التتبيلات وكده يعني. خلاص كده انا حطيت الزيت على الوش، وممكن احط معلقه شطه كمان اهي. لو انت عايزه تزودي الشطه بقى بدل معلقه صغيره ممكن تحطي معلقه كبيره براحتك، بس عشان خاطر انا ما بحبش الحاجات حراقه قوي يعني، فانا مقللها شويه. كده تمام جدا، مش هحط اي حاجه تاني. الخطوه الجايه بقى اللي من سر نجاح الوصفه دي ان احنا نخرج كميه الهواء اللي موجوده في الكيس على قد ما تقدري. بصوا انا هعمل ازاي، هقعد اعملها كده، اخرج الهواء اللي موجود ده خالص على قد ما اقدر كده اهو. بصوا انا كده بخرج الهواء عشان ما اديش فرصه لاي بكتيريا انها تنمو فيها وتبوظها. شايفين انا بعمل ايه، بخرج اي كميه هواء فيها. وهربطها بقى ربطه حلوه كده. خلاص ربطتها عقده حلوه كده عشان خاطر ما تدخلهاش اي هواء. وهغطيها تاني بكيس تلاجة، وبعدين هغطيها تاني بالغطا بتاع العلبة. شفتوا كم حاجة انا عملتها، عشان كل ده بمحاولات عشان خاطر ما يخش لهاش اي هوا وما تبصش معايا، ده الهدف يعني. لو انتي وصلتي معايا لحد هنا ما عملتيش لايك للفيديو، اعملي لايك في الفيديو. ولو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما اشتركتيش فيها، من فضلك اشتركي بسرعه يلا عشان تشوفي كل الفيديوهات اللي بنزلها. خلاص كده انا حطيت كيس التلاجة على الوش وقفلتها. طبعا لو احنا في الصيف هتقعد بره التلاجة 4 ايام بالظبط، وبعد كده على التلاجة على طول. يعني انا كده عملتها لو في الصيف 4 ايام وتدخليها التلاجة، ولو في الشتاء هتقعد اسبوع وتدخليها التلاجة. ما تدخليها التلاجة بقى تقعد معاكي براحتها خالص بالشهور، ما تخافيش عليها خالص، مش هيجرى لها اي حاجه. طبعا كده خلاص احنا قعدناها 4 ايام عشان احنا في الصيف طبعا، وخرجناها بقى. تعالوا نشوف شكلها عامل ازاي. بصوا طبعا انا هطلع منها وعلى التلاجة على طول لان الجو حر طبعا. ما حطيتش في الخلطه ولا اي خل ولا اي ليمون لانها بتهريها. خدي بالك لما تطلعي بقى تحطي ليمون وخل براحتك. نفتحها بقى مع بعض ونشوف شكلها كده بقى عامل ازاي. يا سلام، عايزه اقول لك بقى مش هتصدقيني ان انا لو قلت لك ما فيهاش اي ريحه زفاره، حقيقي والله. سبحان الله يعني. تقريبا معلقه الكركم اللي بحطها دي او الكاري وكمان ورق الليمون ده بيشد كل ريحه الزفاره اللي فيها. يعني انا لما فتحت عليها كده كنت متوقعه ان انا اشم يعني ريحه بقى الفسيخ والحاجات المخلله دي، لكن ابدا ابدا بجد حقيقي يعني هتتبسطي قوي من الخلطه دي. شايفين شكلها جميل ولونها حلو قوي ازاي؟ شفتوا معلقه الكركم خلت شكلها عامل ازاي والبابريكا؟ ما شاء الله، بجد وصفه تستحق التجربه ومش مكلفه خالص وحلوه جدا. لو عندك بقى حد بتحبيه تعزميه على بسارية كده ولا حاجه، اختك صاحبتك جارتك اي حد، بس يكون بيحبها يعني عشان مش كل الناس بتحبها، انا عن نفسي بموت فيها. كده خلاص. شايفين بصلايه بقى وليمونيه وعيش طازه ومش عايزين حاجه تاني بعد كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده واستفدتوا منه، ومن فضلكم اعملوا لايك للفيديو عشان ترفعوا الفيديو، وكمان اللي مشتركش في القناه يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسيبكم في رعايه الله. سلام عليكم، مع السلامه.